في سماء الليل المظلمة يملأها ضوء القمر الخافت، تحلق طائرات السي 130 العسكرية من طراز 1945 بشكل متناسق، تحوم على ارتفاع عال فوق الأرض. أجنحتها الواسعة ترفرف بهدوء، محركاتها تصدر صوتاً عميقاً، وكأنها تجهز نفسها للقيام بتمرين قفز مظلي معقد. داخل الطائرة الجنود مستعدون، يرتدون ملابسهم العسكرية المظلمة وأحذيتهم الثقيلة، متأهبين للقفز في أي لحظة. مع إشارات محددة يفتح باب الطائرة الكبير بشكل مفاجئ لتدخل نسمات الهواء الباردة إلى داخل المقصورة. الجنود الذين تم تدريبهم على مهام ليلية صعبة يقفزون من الطائرة واحداً تلو الآخر ويبدأون في الانزلاق نحو الأرض. المظلات البيضاء تتفتح في الهواء وتضيء السماء المظلمة بشكل خافت. مع كل قفزة يظل الجنود يسيطرون على هبوطهم بدقة شديدة، بينما الطائرات فوقهم تواصل التحليق بحذر، مستعدة لجولات قفز أخرى. الجنود الذين يهبطون يتحركون برشاقة، مستفيدين من هدوء الليل الذي يساعدهم على التوجيه الصحيح نحو أهدافهم المحددة. الرياح الباردة تعصف بهم وهم في الهواء، وداخل المظلات تتحرك الخطوط الطولية التي توصلهم إلى الأرض بثبات. في أسفل تكاد ترى الأضواء الباهتة من معسكر التدريب أو النقاط التي يجب عليهم الوصول إليها. بعد فترة قصيرة تلامس قدماهم الأرض برفق ليؤدي كل جندي الهبوط المثالي، ثم يبدأون في تنفيذ مهامهم الفورية بمجرد أن يلمسوا الأرض. الطائرات التي تواصل دورتها في السماء تكون جاهزة لإعادة إنزال الجنود في تمارين متعددة، مما يجعل المشهد من الأرض مهيباً ومتناغماً، حيث يظل التنسيق التام في هذا التمرين العسكري الضخم الذي يجمع بين القوة والدقة.